مين قالك إن كل طيارة بجناحين يتقال عليها طيارة أو يتقال عليها تجربة طيران؟ رحبوا مجددا بأعضاء إميريت سكايوردز وأعضاء تضع طيران الإمارات السلامة فوق كل اعتبار. إذا نطلب منكم الانتباه جيدا لبعض الوقت. دعونا نبدأ الآن. يوجد تأكد من وضع جميع أمتعة. وزي ما قلنا لكم قبل كده طبعا افضل حاجه موجوده هنا هو النظام الترفيهي اللي ميزه مهمه جدا منه انك تقدر تشوف ايه اللي بيحصل حوالين الطياره عن طريق الكاميرات المختلفه اللي متركبه في كل جزء من اجزاء الطياره اللي تقدر تشوفها وانت قاعد في المقعد بتاعك. قلنا لكم قبل كده انت كانك فعلا في مركز ترفيهي متكامل وانت قاعد في المكان دوت. كمان عندك معلومات عن الرحله زي نوع الطياره اللي احنا راكبينها اللي هي ايه 380 وكمان الاتجاه وشويه معلومات بعد كده لما تبدا الطياره تطلع زي الاتجاه والسرعه والارتفاع وغيرها من المعلومات. رحبوا مجددا بأعضاء إميريت سكايوردز وأعضاء برنامج مسافر الدائم لكوانتس. أفراد الطاقم على رحلتنا اليوم يأتون من 21 دولة ويتحدثون 16 لغة. الرجاء عدم التردد في طلب المساعدة منا في أي وقت خلال الرحلة. Qantas frequent flyer members. Our multinational cabin crew on board today come from 21 countries. طبعا كنت اتمنى ان احنا نجرب شركه طيران جديده لكن اخر مره كانت سفرتنا على الاماراتيه وطبعا المره دي كمان على الاماراتيه. عارف طبعا المحتوى هيكون شبه معاد لكن الطيران هنا طبعا ومستوى الخدمه يستاهل ان احنا نجربها مره ثانيه وننقل التجربه ليكم. On your flight today, you'll find some of the biggest movies ever made, along with a choice of entertainment that's so vast and varied. You may not want your flight to end. From drama. وكالعاده اول حاجه طبعا بتجيلنا بعد ما بنركب وبتوزعها المضيفه او المضيف يعني اللي موجودين هنا هو المنيو دوت. النهارده عندنا خيارين. الخيار الاول هو لحمه ضاني مش عارف هل نجربها تاني ولا لا. هي المره دي مع صنف فاصوليا مختلفه. والحاجه الثانيه هو طبق مشاوي مشكل واللي فيه كفته لحمه ضاني وشيش طاووق ودجاج. مش عارف هنجرب ايه. طبعا لو كان لايف كان زمانكم اخترتوا لنا ايه اللي نجربه كنا جربناه بس هنشوف هنجرب ايه معاكم باذن الله. Adjust the strap and breathe normally, and always put your own mask on first before you help anyone else. In the unlikely event of an emergency, when cabin crew tell you to brace, lean forward against the seat in front of you, like this. زي ما انتم شايفين الطياره بدات تعمل بوش باك او للي ما يعرفش طبعا فهي ان هي بترجع لورا وده طبعا عشان محركات الطياره ما بتكونش مجهزه ان هي ترجع لورا ففي طبعا عربيه مجهزه بكده بترجعها لورا علشان تبدا تاخد الوضع بتاعها وتتحرك لقدام وتقف على المدرج علشان تبدا عمليه الاقلاع اللي هتشوفوها معانا باذن الله. زي ما انتم شايفين كده حاليا احنا مفترض على الكاميرا اللي هي الاماميه اللي بتكون زيها زي الطيار بالظبط واللي منها بنقدر نشوف اللي هو شايفه وبتقدر تتابع منها عمليه الاقلاع بجانب الشباك اللي هو جنبنا طبعا. بعد البوش باك بتيجي مرحلة التاكسينج ودي المرحلة اللي بتتحرك فيها الطيارة على أرض المطار باستخدام محركاتها وبيكون الهدف إنها توصل للمدرج اللي هتقلع منه. في اللحظات ديت بتحس إن كل شيء بيتجهز لمرحلة الحسم. الطيارين بيكملوا فحوصاتهم الأخيرة والإضاءة داخل الكابينة بتخف شوية لو أنت بالليل استعدادا للإقلاع. ومع أول حركة سريعة على المدرج بتحس بقوة المحركات اللحظة اللي بتفضل دايما مبهرة مهما سافرت لحظة الإقلاع. بعد لحظات من التسارع على المدرج وصلت الطيارة لسرعة الإقلاع اللي تتجاوز 280 كيلومتر في الساعة وبدأت أضخم طائرة ركاب في العالم تسيب الأرض بهدوء وبسلاسة. من أول هنا بتبدأ رحلة طيران تانية من نوع خاص كأنك أخدت طيارة خاصة كده تفرجك على القاهرة من السماء. وبما إننا طالعين من مطار القاهرة فبنعدي على أحياء مختلفة زي مدينة نصر اللي تحتينا دوت والتجمع والعاصمة الإدارية زي ما هتشوفوها معانا بعد شوية. المكان اللي احنا حاليا فوقيه دلوقتي احنا حاليا فوق محور المشير. طبعا اللي تحت دوت هو استاد الدفاع الجوي ودي مجموعه الكومباوندات الجديده اللي بتتبني اللي على اطراف مدينه نصر. مدينه نصر طبعا هي المنطقه اللي هناك ديت واللي ظاهر هناك حاليا ده هو الطريق الدائري وبعده طبعا منطقه التجمع الخامس وبعدها هنا خالص التجمع الاول. زي ما انتم شايفين حاليا المفترض ان احنا خلاص عند نهايه شارع التسعين الشمالي لما بيبدا يلتحم مع شارع التسعين الجنوبي ودقايق قليله هنكون فوق العاصمه الاداريه الجديده. طبقوا بعض الاستثناءات. اكتشفوا المزيد في كتيب إميريتس في جيب مقعدكم واطلبوا المساعدة من طاقم الطائرة. سيداتي وسادتي على مدار أكثر من 20 عاما ساهم تبرعاتكم لمؤسسة طيران الإمارات في دعم مشاريع تساعد الأطفال المحتاجين حول العالم. إذا كنتم ترغبون You can donate by cash or card or find out more in the ICE magazine.
Thank you for your kindness. واحدة من أجمل الخدمات اللي بتتقدم لنا على طيران الإمارات هو فكرة البث المباشر للقنوات المختلفة، وأهمها طبعا هي القنوات الإخبارية. زي ما انتم شايفين حاليا قدامنا سكاي نيوز عربية، واللي شغالة لايف طول الطريق ولا كأنك في السماء يعني. زي ما انتم شايفين حاليا المفترض ان تحتينا نهاية خليج السويس، اما الجزء اللي هناك دوت فهو المدخل بتاع قناة السويس، واللي قدامنا دي كلها بالكامل هي طبعا قناة السويس. قدامنا طبعا هنا المفترض منطقة الإسماعيلية، وفوق شوية خالص منطقة بورسعيد بس مش هتبان من هنا. أما البحر المتوسط فهو واضح قدامنا هناك اهو تحت السحاب دوت. من هنا بنقدر نشوف السفن الضخمة اللي تحت ديت، اللي هي طبعا بتنقل جزء كبير جدا من التجارة العالمية من خلال قناة السويس. وزي ما بيقولوا طبعا لا جديد تحت الشمس. طبعا احنا كنا صورنا ليكم قبل كده الحمام بتاع طياره الاي 380. النهارده طبعا احنا موجودين فيه تاني. زي ما انتم شايفين كده قدامنا هنا عندنا المرايه ديت اللي قدامكم، وبعد كده طبعا عندنا هنا لو هنختار سخن او بارد السنسور اللي بيشغل الميه والصابون ومجموعه اللوشن والحاجات ديت، والكوبايه لو انت طبعا هتستخدمها علشان تمضمض بيها، وبتقفل طبعا اول ما بتخش هنا. المساحه طبعا مش ضخمه. عندنا هنا عدد التواليت قدامكم وكيس للمهملات، وعندنا هنا تاني يعتبر مرايه تانيه بالطول بحيث ان انت تشوف فيها كل هدومك لو انت عايز تظبط حاجه يعني. لحد سنه 1970 ما كانش في حاجه اسمها حمام في الطياره، لحد ما جه شخص واخترع الحمام ده. البدايه طبعا كانت ان بيتحط جل معين كده بيحاول يمنع التصاق الفضلات، لكن كانت بتواجههم مشكله، وهو ان الفضلات ممكن ان هي تنزل تتجمد وتنزل على مناطق مقبوله بالسكان. علشان كده بعدها تم تطوير الموضوع واتعمل نظام الشفط اللي بيشفط طبعا الفضلات ديت وبيخزنها في مخزن معين لحد ما الطياره توصل المطار وبتبدا تفضي. وزي ما انتم شايفين كمان بيكون موجود طبعا على كل مقعد السماعه اللي معايا ديت، اللي طبعا بتخليك تقدر تستمتع بكل النظام الترفيهي اللي موجود قدامك. تتفرج على فيلم او اي برنامج وثائقي، اي حاجه هتحب تسمعها كمان هتقدر انت تستخدم بيها السماعه ديت. التصنيف هنا مش عربي او اجنبي، لا التصنيف بالدول، في تركي، يوناني، بنتكلم طبعا عن برتغالي، الماني. ما اعتقدش ان في تصنيف افلام مش موجود ليها هنا يعني. عندنا زي ما انتم شايفين هنا كده الجزء الوثائقي دوت، واللي بالنسبه لي بيعتبر مميز جدا. ومش بس كمان الاجزاء الاجنبيه، لا مفترض ان في كمان افلام عربيه وافلام عربيه قديمه كمان. حتى المكتبة العربية بنتكلم طبعا عن مكتبة متنوعة جدا، مش بس الأفلام الجديدة. طبعا بنتكلم عن مصر اللي تعتبر أهم دولة في إنتاج الأفلام، اللي طبعا يعتبر الوطن العربي كله بيتابع الأفلام أو الأعمال بتاعتها. عندنا طبعا الأفلام اللي بتاعت الثمانينات والتسعينات كمان، مش بس الأفلام الجديدة. الاستجابة بتاعت الشاشة كمان بتعتبر سريعة جدا، مش مجرد شاشة ترفيهية وخلاص، لا فكرة انك تبقى على اتصال ومش مقطوع عن العالم خالص وانت موجود هنا فوق عند السحاب بتعتبر من اهم المميزات اللي ممكن تلاقيها. وده علشان طبعا في انترنت مجاني هنا لبعض التطبيقات. اما لو انت محتاج تخش على بعض المواقع المختلفة التانية بعيد عن الواتساب وغيرها من التطبيقات اللي هي المفترض ان هي مجانية، تدفع تقريبا الباقة ب$10 بتقدر تخليك انك تخش على اي موقع من المواقع التانية لو انت طبعا محتاج انك تتابع شغلك او تشوف اي حاجة قبل ما توصل للوجهة بتاعتك. لو هتلاحظوا على طول بنحاول نحجز في المكان دوت. ده بيعتبر واحد من افضل الاماكن اللي موجوده هنا في الطياره، علشان طبعا ما بيكونش جنبك كراسي المجموعه الوسطى او الكراسي اللي في وسط الطياره يعني، بحيث ان طبعا الدوشه او الكلام الكتير بيبقى قليل وما بيبقاش في حركه كتير تشتتك جنبك، تحس ان انت قاعد في مكان كده برايفت وهادي. بيكون طبعا موجود الجزء اللي جنبنا ده اللي فيه بعض الغرف والحاجات الخاصه بالتحكم في الطياره، وخاصه طبعا بطاقم الطياره، بالتالي الموضوع بيكون اريح. ودلوقتي جه وقت الاكل. اغلب شركات الطيران الثانيه لما بتيجي تسالك بتسالك بيف اور تشيكن. هنا في طيران الامارات الموضوع مش بس في الوجبه، لا كمان الابيتايزر وبقيه المكونات بتاعه الوجبه تقدر تختار كل مكون منهم براحتك جدا، على الرغم من اننا في الدرجه العاديه. المفترض ان احنا كنا قررنا خلاص ان احنا هنطلب ميكس جريل، بس غالبا اللي بيقوم
بعمليه التوقع. طبعا عمليه التوقع في الطيارات المفترض ان هي بتقوم على الارقام السابقه للناس بتطلب وجبات ايه، فالشركه بتمشي على التوقعات ديت، بيبقى نسبه وتناسب معروف ايه اللي ممكن الناس تطلبه من الوجبات. بس النهارده غالبا التوقعات معاهم خلفت والميكس جريل خلص، فطلبنا لحم ضاني بالفاصوليا ومعاه الرز اللي قدامكم دوت، وكمان السلطه ديت والجبنه الجوده وكيس الكاجو، وكمان في ابيتايزر هنا هنجربه ونقول لكم الطعم بتاعه عامل ازاي. زي ما قلنا لكم المفترض كنا ناخد ميكس جريل، طبعا خدنا لحم الضاني بالفاصوليا، الوجبه كويسه جدا مش وحشه، لكن طبعا مش بنفس قوه وجبه اللحم الضاني اللي كنا جربناها معاكم من فتره، والحلقه بتاعتها كانت نزلت ليكم واكيد انتوا اتفرجتوا عليها. يعني الوجبه بشكل عام تعتبر كويسه جدا. يمكن اكتر حاجه مميزه دايما بالنسبه لي هي بتكون الجبنه الجوده، القطعه اللي هي بتيجي مع الوجبه، بقيه العناصر من السلطه اللي هي التبوله للتحليه، فكله بيعتبر كويس جدا. دايما عود نفسك لما تكون في الطياره وتحس ان انت محتاج تدخل الحمام، حاول تدخله في الوقت اللي قبل نزول الوجبه، لان طبعا بعد الوجبه ما بتنزل والناس بتاكلها بيبدا جزء كبير جدا منهم يروحوا يستخدموا الحمام، وبالتالي بيكون زحمه وبتقف عليه طوابير، فحاول انك تدخله قبل الوجبه ما تنزل. خلاص يعتبر داخلين على مطار دبي. حاجه يمكن من الحاجات اللي دايما بحب اعملها لما بركب اي طياره هو ان انا بحاول احسب الاتجاهات علشان اقعد في الجزء اللي ما بيكونش فيه الشمس، ويمكن ده اللي حصل في الرحله ديت، واللي بيخلي طبعا طول الرحله التصوير كويس جدا، علشان طبعا الشمس لو جايه في اتجاه الشبابيك التصوير مش هتشوفوه بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في مطار دبي الدولي، حيث التوقيت المحلي هنا يشير إلى الساعة 5:30 مساء، ودرجة الحرارة الخارجية 43 درجة مئوية. الرجاء إبقاء أحزمة الأمان مربوطة، وتأكد من أن جميع الأجهزة الإلكترونية شخصية مغلقة أو على وضع الطيران حتى يتم إطفاء إشارة ربط أحزمة المقاعد. قبل المغادرة ومن أجل سلامتكم الرجاء توخي الحذر عند فتح خزائن الأمتعة العلوية، والتأكد من أخذ جميع متعلقاتكم الشخصية من مقاعدكم. سنصل إلى مبنى المطار. إذا كنتم مسافرين على رحلة متابعة يرجى التوجه إلى مواصلات المطار للانتقال إلى بوابة رحلتكم التالية. أما إذا كان دبي وجهتكم النهائية يرجى اتباع الإرشادات الخاصة بالوصول. نشكركم لاختياركم الطيران مع
للسفر مع طيران الإمارات، ومن الرجاء تكونوا قد استمتعتم برحلتكم، آمنين أن نكون في خدمتكم مرة أخرى في المستقبل. شكرا وطاب نهاركم. الحمد لله على السلامة. المفترض احنا كده وصلنا خلاص. طبعا احنا في مطار دبي، خلينا نبدأ ناخد الشنط ونتحرك ونشوف هنعمل ايه بعد كده. واحدة من أغرب الحاجات في مطار دبي إن هو فعلا بيستقبل عدد رحلات ضخم جدا وعدد ركاب بشكل يومي أكبر من مطارات أوروبية أو مطارات أمريكا كمان، ومع ذلك مجرد ما بتيجي هنا بتحس إن أنت الوحيد اللي في المطار. طبعا ده بيحصل عن طريق وجود سيستم قوي، وجود طبعا ماكينات كتير جدا بتعمل الخدمة الذاتية. الحاجات دي كلها طبعا بتفرق في إن المطار يظهر قدامكم بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. هنا علشان تتنقل من الدور اللي فوق للدور اللي تحت بيكون عن طريق الاسانسيرات اللي احنا موجودين فيها ديت، اللي طبعا العدد بتاعها ضخم جدا زي ما انتم شايفين، واللي بتتحرك مع بعض في نفس الوقت. والمطار زي المولات وزيها من المنشآت الضخمة اللي بيتم مراقبتها بشكل دقيق جدا عن طريق الكاميرات والأنظمة اللي بتلاحظ الوجه وبتبدأ تراقب حركتك في كل مكان، بالتالي اعتماد أقل على الأشخاص والبشر. من أبرز الخدمات هنا في مطار دبي هو موضوع الفري واي فاي. احنا هنا طبعا بنتكلم عن سرعة تقريبا 50 ميجا. طبعا مش سرعة ضخمة ولا هو بالنسبة لباقي السرعات اللي موجودة هنا في دبي، سواء الانترنت الخاص بالداتا أو الانترنت الخاص بالواي فاي المنزلي، لكن طبعا حاجة بتعتبر كويسة جدا. أول ما بتوصل ما بيبقاش لسه معاك شريحة ولا معاك أي حاجة، مجرد ما تكونكت على الواي فاي بتقدر ان انت تتصل باي عربيه او باي تاكسي او اي حد طبعا يكون مستنيك هنا. يرجى الصعود والانتباه لخطواتكم. حاليا احنا في طريقنا علشان نستلم طبعا الشنط، طبعا عشان ننتقل هناك بعد ما نزلنا في الاسانسير وناخد القطر اللي قدامكم ده اللي طبعا بيوصلنا لهناك بمنتهى السهوله، بدل ما نمشي على السيور اللي بتكون موجوده فوق. حرفيا يخرب بيت السهوله، مجرد بوابه واحده بس للخروج، تفتيش بسيط جدا جدا جدا، كمان المرور اللي عن طريق البوابات الالكترونيه الجديده. لو سبق ليك انك جيت هنا قبل كده، مجرد بس بتحط الباسبور بتاعك، تبص للكاميرا عشان تصور عينيك، بعدها انت دخلت خلاص. وصلنا زي ما انتم شايفين. اول ما بتوصل بتلاقي التاكسيات هنا واقفه بنظام، بتاخد طبعا التاكسي بتاعك وبتبدا تتحرك على المكان اللي انت رايحه بدون اي مشاكل. Then continue straight. Head southwest. استنونا باذن الله الحلقه اللي جايه علشان هنحاول نجرب حياه الاغنياء في دبي عامله ازاي. 24 ساعه بس في اشهر واغنى احياء دبي، مارينا دبي، وايه المختلف فيها وليه بتجتذب الاغنياء من كل حته في العالم. استنوها باذن الله، هتكون حلقه مميزه جدا.